لو لسه بتحتاري في أكل كل يوم تعالي معايا وشوفي منيو أكلات الأسبوع، سفرة كاملة ل7 أيام، حلو وحادق علشان ولا تفكري ولا تحتاري، عليكي بس تختاري. أفكار المنيو بتاعت النهاردة مميزة جدا، متنوعة، سهلة وبسيطة، ما تاخدش منك ولا وقت ولا مجهود. أهلا بيكم معايا في قناتنا التانية فكرة وطبخة مع إيمي 2. القناة دي متخصصة للمنيوهات والوصفات السريعة وكمان الفلوجات. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة علشان يوصلك كل جديد. هنشرح شرح سريع للوصفات، وكل اللينكات بتاعت الوصفات دي هسيبها لك تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان توصلي ليها بكل سهولة. ونبدأ معانا بأول وصفة في الأسبوع، وزي ما انتوا شايفين جمالها، هاتي دبابيس، هاتي فراخ، هاتي أجنحة، واعمليها بالطريقة الخطيرة جدا دي. جبت الدبابيس طبعا مغسولة كويس، وهبدأ ان انا اتبلها معايا بصلاية مبشورة وطماطمية مبشورة، رشة ملح، فلفل اسود، كمون، رشة قرفة. وبعد كده اقطع معايا بقى بصل كتير كده، واحط عليه نفس التوابل، واحط عليه كمان شوية كده من دبس الرمان او الصويا صوص، هيدي طعم حلو قوي. حطي بقى شرايح من البطاطس تحت، رصي عليها الفراخ والتتبيلة بتاعة البصل، وقفلي كل ده بورق الفويل ودخليه الفرن. هتطلع معاكي صينية دبابيس مشوية بالصوص كده طعمها خطير، والبطاطس اللي تحت دي رهيبة. كليها بالعيش مع شوية رز بشعرية، تحفة جدا. اللازانيا لو بتخافي تجربيها اخليكي تكوني محترفة فيها، طريقة سهلة وبسيطة بدون سلق، وبجد رهيبة جدا. تقريبا سعرها دلوقتي بقى قريب جدا من سعر كيس المكرونة العادية، فما فيش مشكلة ان احنا نغير ونعملها بطريقة تحفة، وبجد كل اللي هيدوقها هيتجنن عليها، وتسويتها هتكون مظبوطة. اللازانيا بقى بجيب ان انا اعمل صوص بشاميل بالطريقة الحلوة العادية بتاعتنا، بس يكون خفيف شوية. وكمان بعصج اللحمة المفرومة برضو بنفس الطريقة العادية بتاعتنا، واحط لها معاها شوية كده من عصير الطماطم عشان يبقى الصوص بتاعها خفيف. وابدأ ان انا احطه في البايركس او الصينية طبقة بشاميل. اللازانيا الشرايح كده وهي مش مستوية لسه طالعة من العلبة، وهبدأ ان انا احط طبقة لحمة مفرومة، وهكذا البشاميل، لازانيا، لحمة مفرومة، وهكذا لغاية ما اخلص كل الطبقات. اخر طبقة بتكون بشاميل، وبحط لها رشة جبنة موتزاريلا لو انتي حابة. بدخلها بقى على فرن متوسط واسيبها لغاية ما تستوي، وبتكون بالجمال ده. القطعة طالعة تحفة مع انها لسه سخنة جدا، متماسكة. المكرونة دايبة كده تحفة جدا، مش معجنة ولا ناشفة. تسويتها خطيرة يا جماعة. اعمليها بقى كده، هي فيها كل حاجة يعني بصراحة. ما بحبش اعمل جنبها لا بانيه ولا كفتة ولا الكلام ده، هي بتبقى متكاملة. ممكن اعمل جنبها شوية سلطة كده متقطعة شرايح، ممكن تحمري بطاطس، وبس كده. ما يعديش اسبوعنا من غير اكلة السمك الحلوة. والسمك اللي معانا النهاردة السمك السنجاري الرهيب، اللي ما يختلفش عليه اتنين. عملته معايا المرة دي بالمكاريل، وتعالوا نشوف الطريقة بتاعته. جبت كده سمكتين من المكاريل حجمهم كبير، وفتحتهم من الظهر ونضفتها كويس جدا الجزء بتاع البطن والراس. وهبدأ ان انا اتبلها بتتبيلة السمك اللي عبارة عن توم وليمون وشطة وملح ورشة فلفل اسود وكمون وكزبرة. هتبل السمكة من قدام كده ومن ورا، وابدأ ان انا اسيبها تتطعم شوية لغاية ما اعملها تتبيلة الخضار الحلوة دي. انا بحب اعملها على النار. طاسة فيها معلقتين من الزيت، انزل معايا ببصلاية متقطعة، احط كمان حباية من الطماطم، جزرة مبشورة، فلفل، ممكن تحطي فلفل الوان، فلفل حامي. قلبي كل ده مع بعض مع معلقة صلصة ونفس التوابل اللي ضفناها في تتبيلة السمك، مع معلقة صغيرة من التتبيلة هتدي طعم حلو جدا. حطي في الاخر رشة كده من الكزبرة او البقدونس الاخضر، وسيبي كل ده على النار دقيقة واحدة، واطفي عليه. وابدأ ان انتي بعد ما الخلطة تبرد حطيها كده في قلب السمك، وابدأي ان انتي حطي شرايح ليمون كده، رشة زيت، وطبعا حطيها جوه ورق الفويل والزبدة، ودخليها الفرن. مش هتكمل نص ساعة وهيطلع السمك عندك مشوي رهيب. الريحة بتبقى قلب الدنيا، والخلطة بتاعته طعمها تحفة. خلطة خضار كده نضيفة تتاكل بنفس، أحلى من الجاهز مليار مرة. وبما إننا عاملين سمك، يبقى تعالوا نعمل حاجة حلوة بكوبايتين دقيق وبدون أي تكاليف. هتعملي معاكي تحلية هتفرح البيت كله. كوبايتين دقيق، وبدأت إن أنا أحط عليهم معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة من الخميرة، رشة ملح. هقلبهم مع بعض وأعجنهم بمية دافية، واسيبهم يخمروا. بعد كده ابدا ان انا اشكلهم كرات، ممكن تحشي الكرات دي زي ما انت عايزه، شوكولاته، نوتيلا، ممكن تبقى حادقه، لحمه مفرومه، جبنه موتزاريلا، ان انت حباه. بس بما اننا نعملها حلو، انا سبتها زي ما هي، كورتها وبدات ان انا اقليها في زيت سخن زي الدوناتس كده بالظبط. ولما طلعت بدأت ان انا اغطسها في شوكولاتة سايحة، وكانت بالشكل ده. تقدري لما تطلعيها تحطيها في سكر بودرة، تحطي عليها السكر الحبيبات مع رشة قرفة، بجد بتكون خطيرة وهشة ومش شاربة زيت.
وناجحة 1,000,000%. والكمية دي كلها بكوبايتين دي، يعني حاجة في منتهى السهولة بجد، الأولاد بيعشقوها. حلوة جدا جدا، مش عايزة لحمة وفراخ وفي نفس الوقت عايزة تعمل لهم أكلة حلوة وسريعة ولطيفة كده ومغذية. هي المكرونة بالصلصة بس بطريقة المطاعم والفنادق، دي تأكل كده لوحدها، بتبقى حلوة وهي حاف لوحدها كده بدون أي حاجة جنبها. بس احنا هنظبط لها شوية أطباق جانبية كده تطعم الموضوع. في البداية بنعمل شوية مكرونة بالصلصة حلوين جدا. بنسلق المكرونة 90% من التسوية، وبحضر معايا الصلصة، معلقتين من الزيت عليهم معلقة سمنة، هقطع فيهم حباية من البصل حباية من الفلفل، هقليهم كده مع بعض، وانزل بنص كيلو من عصير الطماطم. هحط بقى ملح فلفل اسود رشة زعتر، ممكن تحطي معلقة صلصة لو انتي حابة. لما الصلصة دي كلها تتسبك وتبقى حلوة كده مع بعض، طلعي المكرونة على طول من المية بتاعة السلق في الصوص بتاعها ده، هتكون رهيبة. بدون سلق المكرونة هتكون زي المطاعم بالظبط والصوص ماسك فيها كده. بس ده لو انتي هتاكليها في وقتها، لو هتاكليها بعد كده اشطفي المكرونة علشان تنزل النشا الزيادة اللي فيها. وبحط كمان مع الصلصة نص كوباية كده من مية السلق، بتخفف الصوص شوية وبتديله قوام حلو جدا، وزي ما انتوا شايفين خطيرة. حمري جنبها بقى شوية بطاطس كده مسلوقين ومحمرين، بطاطس صوابع، شوية سلطة، ترشي، بيض كده مسلوق ودحرجيه في حتة سمنة أو زبدة. مفيش أحلى من كده. شايفين طاسة الكفتة الخطيرة جدا دي بنص كيلو من اللحمة المفرومة؟ هنعمل معانا طاسة كفتة جبارة يا جماعة، طعم وصوص وكل حاجة فيها كده بجد رهيبة. بعمل معايا الاول تتبيله اللحمه المفرومه او الكفته. نص كيلو لحمه مفرومه ببدا ان انا احط في الكبه حبايه متوسطه من البصل، حبايه كده صغيره من الفلفل الاخضر، فصين من الثوم، ربع كوبايه من البقدونس. بفرمهم مع بعض وانزلهم على اللحمه المفرومه. هحط معلقتين كبار من البقسماط، معلقه صغيره بيكنج باودر، ملح فلفل اسود، توابل لحمه، رشه قرفه. بعجن كل ده مع بعض واعمله كرات واحمره معايا كده في الطاسه، ياخد له تحميره كده واطلعه على جنب. وفي نفس الطاسه بنزل عندي بشويه حلوين بقى من البصل والفلفل، فلفل الوان لو حابه. قلي كل ده مع بعض ونزل لهم معلقتين من الطماطم، من عصير الطماطم او الصلصه. ممكن تحطي طماطم مفرومه. سيبي كل ده يتسبك ويعمل صوص كده تقيل مع بعض. حطي له كمان معلقه دبس رمان لو متوفر، هتدي لون حلو قوي. ملح فلفل بقى، شويه كمون، وحطي بقى الكفته على الصوص الرهيب ده، وسيبي كل حاجة تغلي مع بعض 5 دقايق. مش قادرة اوصف لكم طعم الكفتة والصوص بتاعها اللي احلى منها. يتحط كده على الرز او في عيش، غمسيه زي ما انتي حابة، مع مكرونة كده سباجيتي مسلوقة، بجد تحفة جدا. هقول لكم كمان عشان اللي بيسألني كتير في الكومنتات، يا جماعة كل الوصفات دي عملناها مع بعض قبل كده على قناتنا الأساسية فكرة وطبخة مع إيمي، وهسيب لكم كل اللينكات بتاعة الفيديوهات دي أو الروابط بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو. بمجرد ما تدوسي على اللينك بتاع الوصفة هيحولك على طول للفيديو الأساسي اللي فيه الوصفة بالكامل. تعالوا بقى نشوف الفطيرة الحلوة، الفطير الشرقي الخطير اللي الواحدة بقت بالشيء الفلاني كده في المحلات. هنعملها معانا بلفة جلاش وكمان بدون أي لحوم. فطير شرقي كده خطير، أنا عملته باللانشون. لمي اللي موجود عندك في التلاجة واعملي بيه، هتطلع معاكي فطيرة خطيرة مورقة، كريسبي من بره، دايبه من جوه، والحشوه بتاعتها تحفه. زي ما قلت لكم كنت حشيتها باللانشون مع خليط كده من الفلفل والجبنه، جبنه موتزاريلا، حطي رومي، شيدر المتوفر عندك، وزيتون وطماطم، ونفس الحاجات دي بحطها كده على الوش من فوق مع شويه جبنه، ودخليها الفرن. وطبعا طريقة بقى لفة الجلاش بنعملها ازاي، وتطبيق الورق والتوريق بتاعه والكلام ده كله علشان نحوله فطيرة، هتلاقوه في اللينك بتاعها علشان تشوفوا الوصفة بالكامل، هتكون افضل من الشرح بتاعي. بس زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الجمال بتاع الفطيرة والحشوة بتاعتها بجد من جوه حلوة جدا. يعني لو في يوم كده ما عندكيش لحوم، هاتي كده بواقي التلاجة واعملي لهم بيها احلى فطيرة تحفة. حقيقي سعرها دلوقتي بالحجم ده كده معدي 150 جنيه. يبقى احنا نعملها في البيت بلفة جلاش ب15 جنيه، والمتوفر عندنا في البيت بصدر فرخة بقى هتعملي معاكي اكل المطاعم في البيت. الوصفة اللي عجبتكم جدا، وده خلاني ان انا هعمل لكم الفترة الجاية كمان اكلات من اكلات المطاعم كتير، الاطباق كده كاملة على بعض، بجد حاجة تفتح النفس. كنا عاملين كده وصفة بصدور الفراخ حلوة قوي متشوحة مع الخضار، وحضرنا جنبها كمان رز اصفر بالبسله والجزر والبطاطس تحفه مع سلطه التوميه. الطبق ده كله كان رهيب كده على بعض. لو حابين فكره الاطباق الكامله دي من وصفات المطاعم قولولي في الكومنتات، وان شاء الله الفتره الجايه هعمل معاكم على القناه الاساسيه بتاعتنا
الاطباق بتاعه اكلات المطاعم كده حاجه كامله على بعض، البروتين مع الرز مع السلطه بتاعتها او الاطباق الجانبيه اللي بتتقدم جنبها، ونوفر بقى ان احنا نصرف فلوسنا بره. جبت صدر الفرخه قطعته شرايح بعد ما كان مغسول، وهبدا ان انا اشوحه معايا في معلقتين من الزيت مع الزبده، وهبدا ان انا اتبله واحط عليه التوابل بتاعته، ملح فلفل اسود توابل فراخ رشة قرفة، واسيبه بقى ياخد لون حلو واطلعه على جنب. وفي نفس المكان انزل معاه بفصين من الثوم، بصل فلفل الوان، ومقطعه كل ده شرايح، هخليه كله ياخد تشويحة حلوة، واحط عليه الفراخ مرة تانية. وحضرنا الرز الاصفر اللي بالبسلة برضو في نفس الفيديو، شوفوه هيعجبكم جدا مع سلطة التومية. اكلة كانت رائعة وفي منتهى الطعامة. اتمنى المنيو ان شاء الله النهارده يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة، وانتظروني فيديو جديد. مع السلامة.